تفتكر ليه الشات جي بي تي اتشهر الشهرين اللي فاتوا دول مع ان هو معمول من سنة 2015؟ خلينا بس كده نعرف مين مالك الشات جي بي تي. باختصار كده هو ايلون ماسك. ممكن ما يكونش هو يعني مالك صريح، لكن تحت الترابيزة هو ايلون ماسك. لو فاكر في فيديو فات كنت قايل لك وحكي لك قصه كده عن ايلون ماسك ان هو ممكن يسيطر على الاي اي كله، وكتير منكم قال لي انت بتبالغ ومش عارف ايه. ممكن ترجع تشوف الفيديو سايبهولك. نرجع لموضوعنا تاني. الشات جي بي تي قدر ان هو يتطور جدا الشهرين اللي فاتوا دول، وعشان كده اتشهر بشكل كبير جدا ورجع تاني للساحه، مع ان هو في 2015 كان ما بيعملش يعتبر نص اللي هو بيعمله دلوقتي ده او حتى ربعه. ليه بقى الكلام ده حصل؟ بسبب ان ايلون ماسك لما اشترى التويتر قدر ان هو يحط الداتابيس كلها بتاع تويتر في تشات جي بي تي. فقدر تشات جي بي تي يلم كل المعلومات دي ويتعلم، ودي اسمها الماشين ليرنينج. ودلوقتي حرفيا الشات جي بي تي بقى بيقول لك رايه في كل حاجه، ومفيش حاجه بيجيبها لك من على النت كده وخلاص. كنت انا قايل لك ايه هو فكره الشات جي بي تي، وازاي كمان انت تفتح الشات جي بي تي في مصر. هسيب لك برضو الفيديوهات دي موجوده في الاكونت لو انت عايز تشوف الدنيا كلها. تفتكر برضو شهره الافاتارز اللي هي الاي اي اللي طلعت دي ولينسا اي اي ومش عارف ايه؟ تفتكر برضو مين صاحبها برضو هو نفس الشخص، غالبا ايلون ماسك. باختصار كده لو انت بتسأل ازاي لانسا بيعمل الاي اي الافاتارز دي، وازاي بيعمل الشكل اللي بيبقى معمول وراه والباك جراوند والدنيا دي كلها، اقول لك ان لانسا بيسرقها وما بيعملهمش. اي فريم او اي باك جراوند انت بتشوفها لانسا بتكون سرقاها من اشخاص فعلا عامله الحاجات دي، وهي اللي مصمماها بنفسها. ودي طبعا سرقه علني. وبرضه كانوا اكتشفوا كده ان هو كان فعلا بيبقى فيه الامضاء على الفريم بتاعت الشخص اللي صمم الحاجه دي، بس لسه بيعملوا برضه بالاي اي بلور دلوقتي ليها، متقدرش انت تشوف اي حاجه من الامضاءات دي. فحرفيا لينس اي اي بيسرق كل الكلام ده، يدوبك بس هو بيعمل الصوره والباقي كله سرقه. فخد بالك واعمل لي فولو ولايك عشان تتابع الاخبار الجديده عن الاي اي.